الثاني ديال المكتوب غادي يعاود يهضر على نفس الشخصيات اللي شفناهم في الجزء الاول. حليمه بنتها هند، الباتول، سليمه، نسيمه، مهدي، غادي نشوفوا نفس الشخصيات، حميد، وغادي يكونوا شخصيات جداد. غادي حتى الشخصيات اللي ديجا شفناهم في الجزء الاول غادي يبانوا لينا بطريقه جديده. غادي بيان سور من بعد لي زيفيرمون ديال الجزء الاول غادي يكون تبدل فيهم شي حاجه. ما كنهضرش على اللوك قد ما كنهضر على الكومبورتمون ديالهم، على لاتيتود ديالهم. اجواء تصوير زوينه بحال ديما، يا اون تري بون امبيونس، اون اون تري بيل ايكيب، عندنا فوالا دي جون كي سون لا بور لا سيري المكتوب، بور البوبليك ديالنا، والكمال على الله. كنساينوا البوبليك ان شاء الله يتفرج في المكتوب، ونتمنوا انه يعجبو ونكونوا حسن الظن بالبوبليك ديالنا. بالنسبة لشخصية ميلود، هي شخصية وافدة في الجزء الثاني من بعد ما الجزء الأول كيف ما شاهد الجميع. يعني الجزء الأول حقق واحد نجاح باهر، نسب مشاهدة عالية، فأنا الوافد الجديد يعني على الجزء الثاني، وسعيد جدا بهذه التجربة لأنه هذا رابع تعامل عندي مع المخرج الأستاذ علاء أكعبون، اللي تنسعد بالاشتغال معه، لأنه مسألة مهمة جدا أن الممثل يكون كيرتاح للمخرج، وهذه مسألة تتحقق يعني في مسلسل مكتوب الجزء الثاني. شخصية ميلود هي شخصية فاعلة في الأحداث، شخصية تمثل فئة مغاربة العالم، واحد شخصية اللي غادي تعود لأرض الوطن وغادي تصطدم بواحد حقائق ربما اللي غادي تخلي فيه يعني في شخصية ميلود واحد الأثر سيكولوجي بليغ. فأكيد أن المتلقي المغربي غادي يتعاطف مع هذه الشخصية، وأنا سعيد جدا لما يعني أنجز أعمال ذات طابع اجتماعي في الدراما الوطنية المغربية. انا كاس الوزراء ديما كنبغي نتوقع السيناريو ما كنبغيش نثق بزاف، وما كنبغيش ما نقولش لك لا راه واعر غادي يعجب ولا غادي ينجح، وما نقولش لك لا راه خايب، ولكن عندي ارتسامات زوينه لهذا الجزء الثاني حيت فيه بزاف ديال الخدمه. البوبليك ان شاء الله يتفرج في المكتوب، ونتمنوا انه يعجبو ونكونوا حسن الظن بالبوبليك ديالنا. بالنسبة لشخصية ميلود، هي شخصية وافدة في الجزء الثاني من بعد ما الجزء الأول كيف ما شاهد الجميع. يعني الجزء الأول حقق واحد نجاح باهر، نسب مشاهدة عالية، فأنا الوافد الجديد يعني على الجزء الثاني، وسعيد جدا بهذه التجربة لأنه هذا رابع تعامل عندي مع المخرج الأستاذ علاء أكعبون، اللي تنسعد بالاشتغال معه، لأنه مسألة مهمة جدا أن الممثل يكون كيرتاح للمخرج، وهذه مسألة تتحقق يعني في مسلسل مكتوب الجزء الثاني. شخصية ميلود هي شخصية فاعلة في الأحداث، شخصية تمثل فئة مغاربة العالم، واحد شخصية اللي غادي تعود لأرض الوطن وغادي تصطدم بواحد حقائق ربما اللي غادي تخلي فيه يعني في شخصية ميلود واحد الأثر سيكولوجي بليغ. فأكيد أن المتلقي المغربي غادي يتعاطف مع هذه الشخصية، وأنا سعيد جدا لما يعني أنجز أعمال ذات طابع اجتماعي في الدراما الوطنية المغربية. انا كاس الوزراء ديما كنبغي نتوقع السيناريو ما كنبغيش نثق بزاف، وما كنبغيش ما نقولش لك لا راه واعر غادي يعجب ولا غادي ينجح، وما نقولش لك لا راه خايب، ولكن عندي ارتسامات زوينه لهذا الجزء الثاني حيت فيه بزاف ديال الخدمه. الممثلين ضابطين لي بيرسوناج ديالهم من الجزء الاول، وكاين واحد لاتاشمون اللي كنا كريي مع هذا المسلسل هذا في الجزء الاول. يعني ماشي غير ان سامبل بروجي، غير مسلسل وداز، لا، شخصيات ماركاتنا، شخصيات بكينا معاها وفرحنا معاها واثرات فينا. حتى من نسال الجزء الاول بقاو فينا هذوك الشخصيات كيف ما اثروا في الناس اثروا فينا حنا الاولى. دونك كنظن باللي هذا الجزء الثاني غيعطينا واحد الكونتينيتي زوينه للجزء الاول، وغادي يكون ان شاء الله في المستوى. جيسبر نكونوا عند حسن ظن المشاهدين.
بالنسبه للشخصيه ديال مهدي المعطاوي غتعرف واحد التغيير بطبيعه الحال، ان ما غاديش نبقاو نشوفوه داك الدري برهوش تفكيرو عنده لي زايد ناقص. دونك غادي يترزن، نقدروا نشوفوه شويه ولا كيشبه لعمو. غادي تكون تغييرات كبيره في الشخصيه ديال مهدي. اجواء التصوير زوينه، كتجي انت فرحان انك تجي تصور المسلسل كيف العام اللي فات كيف هذا العام الحمد لله. انا كنقول ان شاء الله غادي يلقى صدى جميل عند المغاربه، حيت صورت مشاهد وانا فرحان بهم، كنت كنقولها ديما للمخرج، كنقول ليه ان شاء الله هاد المشاهد غيمشيو وغادي يتشافوا بزاف. دونك انا الرهان ديالي على المسلسل غادي يلقى